السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في المحاضرة التعريفية لمعسكر آفاق للسفر والدراسة بالخارج. ازيكم عاملين إيه؟ في الفيديو ده أنا هتكلم عن معسكر آفاق، ليه تاخد معسكر آفاق، الكورس ستراكشر، إيه أهداف الكورس، إيه الأوتبوت اللي أنت تطلع منه بالكورس دوت. ولكن قبل ما أكلمكم في أي حاجة خليني أعرفكم بنفسي. أنا اسمي محمد عبد الفتاح، اتخرجت من بايوتكنولوجي جامعة عين شمس، وبعدها أخدت انترنشيب في هيلم هولتز انستيتيوت، ده مركز بحثي موجود في ألمانيا. وبعد كده موف تو برشلونة، أخدت اشتغلت فول تايم بوزيشن از كومبيتيشن بيولوجيست في ثيناك، مركز بحثي موجود في برشلونة. وبعدها قدمت على الماجستير بتاعي واخدت منحة للماجستير في يو بي اف يونيفرسيتي. وبعد كده موف تو مدريد عشان الدكتوراه بتاعتي، واخدت منحة من أخدت أكتر من منحة حقيقي في الدكتوراه. و أحد المنح هي كانت إن أنا أخدتها من الPI بتاعي من الfull time من الposition، ومنحة تانية أخدتها من الحكومة الأسبانية. طيب زي ما أنت شايف كده أنا خلال الcareer بتاعي تقريبًا مرّيت بكل المراحل الطبيعية اللي أي حد يمُر بيها. بعد التخرُّج محتاج آخُد training، فقدّمت على internship، أخدت 6 شهور internship تدريب في Helmholtz. بعد كده كنت قررت إن أنا أشتغل as a full time position as a competition biologist، آخُد خبرة أكتر. اشتغلت سنتين وخدت full time position. full time position هي وظيفة as a competition biologist, as a lab technician, as a research assistant، سمّيها زي ما أنت عايز تسمّيها. هي وظيفة وبالتالي مُرتّبها بيكون كويس جدًا، مختلف تمامًا عن الماجستير وعن الدكتوراه. هي أعلى مُرتّب من الماجستير وأعلى مُرتّب من الدكتوراه، حتى لو خدت أحسن منحة في العالم يعني، هي أعلى مُرتّب من أي أحسن منحة في العالم تقريبًا، سواء للماجستير أو في الدكتوراه. بعد كده كنت عايز أكمّل الcareer الأكاديمي بتاعي، قدّمت على منحة للماجستير في برشلونة. والحقيقة لو أنت ما تعرفش، في أسبانيا التعليم فيها مش مجاني، فأنت محتاج تدفع من 5000 إلى 7000 يورو في السنة للماجستير. أنا ما دفعتش المبلغ دوًّا، أنا أخدت منحة، هم غطّوا التكلفة ديًّا. كنت باخد مرتب شهري من المركز البحثي اللي أنا عملت فيه رسالة الماجستير بتاعي. نفس الكلام بالنسبة للدكتوراه، برضه أنا يعني بتاخد مرتب شهري. المرتب ده المفروض إن هو يكفّي حياتك كلّها، يعني أكل وشرب ومعيشة ومصاريف كل حاجة يعني. فهي scholarship fully funded. So what I'm trying to share في الcourse دوًّا هو تجربتي أو خبرتي اللي أنا اتعلمتها خلال الفترة دي كلّها. وهي مش فكرة تجربتي أنا أو خبرتي أنا، هي فكرة إنه what I learned إزاي نطبّقه عليك simply يعني. طيب، أنا باعمل الslide دي وأنا مش باحب، يعني أنا مش باحب أعمل الslide دي، ولكن أنت برضه مهم جدًا إنه لو أنا باشارك معاك حاجة، لازم أنت عارف مين اللي هيشارك المعلومة دي معاك، مين اللي هيدّيك الcourse دوّة that's it يعني. إنّما بالنسبة لي في الآخر الحقيقة أنا مش مهتم خالص بكل التفاصيل دي. طيب أنا بس قبل ما أقول لك ليه تاخد الكورس، الحقيقة إنه دايمًا أكتر حاجة بتيجي لي أو أكتر حاجة باسمعها، هو أنا ليه آخد كورس ومعظم المعلومات بتاعة الكورس دي موجودة على الإنترنت، موجودة أونلاين. ودي حقيقة أنا مش باحاول أقول لك إن الكورس ده فيه سر باتع أو حاجة يعني هتدّيك اللي أنت مش هتاخده في أي حتة، أو إن أنت هتاخد معلومات أنت مش هتلاقيها على الإنترنت. كل المعلومات اللي موجودة في الكورس هي تقريبًا موجودة على الإنترنت. ولكن معظم المعلومات الموجودة على الإنترنت فيها بعض الweakness. أول حاجة أنت random، يعني افتح كده يوتيوب، اكتب اللي أنت عايزه، هتلاقي كمية معلومات random، كل واحد بيقول المعلومة اللي هو عايز يقولها. رقم 2، المعلومات دي غالبًا ما بتكونش comprehensive، يعني ما هواش من الأول للآخر، أنا عايز أعرف من الأول للآخر إزاي أعمل 1، 2، 3، 4 وأطبّقه على نفسي. تالت حاجة غالبًا very slow، إن أنت تجمّع كل المعلومات الموجودة على الإنترنت في موضوع معيّن زي دوًّا، هو عبارة مش علم، هو عبارة عن experience، تجارب الناس. المعرفة اللي أنت محتاج تعرفها دي ما هواش حاجة موجودة في كتاب، وخصوصًا إنه إحنا ضعاف أوي في المجتمع العربي في مشاركة المعلومات. يعني أنت النهارده لو قُلت لك هات لي أحسن كورس في الcancer biology، هتلاقي حاجات أونلاين، لإن الcancer biology هو علم، الناس برّه عندهم كورسات وعندهم كتب وعندهم حاجات. إحنا هنا في الوطن العربي المعلومات دي مش موجودة. المعلومات دي مش هتلاقيها comprehensive، يعني هي مشاكل محتوى الدراسة والسفر هي نفس مشاكل المحتوى العربي في كل المجالات. الأسوأ إن الدراسة والسفر بالخارج مش هتلاقي واحد أجنبي أمريكي والّا ألماني بيدرسهم لك، لإن هو اللي بالخارج، أنت اللي رايح له. وبالتالي العلم دوًّا أو sorry المعلومات دي هي معتمدة علينا إحنا، وبالتالي كل مشاكل المحتوى العربي هي موجودة في نفس الموضوع دوًّا، في موضوع السفر والدراسة. وبالتالي م random information not comprehensive not interactive، هتلاقي weakness كتيرة جدًا. تاخد وقت كبير جدًا عقبال ما تجمّع كل المعلومات ديًّا.
رقم 4 والأهم إنه no guidance. أنت بتاخد معلومات وما فيش حد بيguide you، تيجي تطبّق الكلام ده على نَفْسك، تلاقي إنه التطبيق اللي أنت بتطبّقه مختلف عن اللي أنت سمعته، لإنه أنت مش عارف إزاي تطبّقه على نَفْسك. أنت عرفت المعلومة، تيجي تطبّقها على نَفْسك، تلاقي إنه أنت مطلّع أسوأ recommendation letter وأسوأ motivation letter وأسوأ CV وحاجة يعني صعبة جدًا وما حدش بيراجع معاك الحاجات ديًّا. ولو لقيت حد فهتلاقيه مرّة رَد عليك والمرّة التانية ما بيردش عليك، فبالتالي أنت م بتقعد وقت طويل أوي عشان تحصل على المعلومة الكاملة في اللي أنت محتاجه. وهنا أنا محتاج أسألك سؤال، صح، كل المعلومات اللي أنا هاقولها في الcourse موجودة على الإنترنت، ولكن في 3 أسئلة محتاج أسألهم لك وأنت تجاوب عليهم. أنت هتاخد وقت قد إيه عشان تاخد كل المعلومات دي من على الإنترنت، وتجمّع معلومة من الشخص ده والشخص ده والشخص ده والشخص ده والشخص ده والفيديو ده والمحاضرة دي والsession دي والما أعرفش الevent الفلاني، هتاخد وقت قد إيه؟ 6 شهور، سنة، سنتين؟ I think ده الaverage تقريبًا. سؤال تاني، قد إيه أنت هتكون confident وأنت بتطبّق المعلومات دي على نَفْسك؟ قد إيه هتكون confident من كل معلومة؟ قد إيه أنت شايف إنه اللي فُلان قاله أنا واثق فيه واللي فُلان قال لي لأ، أنا حاسس إن هو مش ماشي معايا؟ قد إيه أنت هتكون واثق من كل معلومة أنت بتحصل عليها وقادر تطبّقها على نَفْسك؟ والسؤال التالت واللي هو بالنسبة لي أصعب سؤال، إزاي هتقدر تapply الscattered information الrandom information دي to your own case؟ أهدافك مختلفة، الgoals بتاعتك مختلفة، الbackground بتاعتك مختلفة، الkind of information اللي عندك مختلفة، كمية المعلومات عندك إزاي أنت هتapply ده على الحالة بتاعتك؟ وأنا هنا باشبّهها بموضوع بسيط جدًا. أنا لو قُلت لك أنا عايز آكل كنتاكي، هل تقدر تسأل ChatGPT عن الخلطة السحرية لكنتاكي؟ الإجابة آه، هيقول لك حُط 1، 2، 3، 4، 5، 6 مع بعض وهيطلع لك كنتاكي، صح؟ طب ما تيجي نطبّق نستخدم الخلطة السحرية بتاعة كنتاكي اللي موجودة على الإنترنت على الkitchen بتاعك في المكان اللي أنت بتعمله، هتطلّع أسوأ كنتاكي في العالم، لسبب بسيط جدًا، لإن أنت عملتها without guidance. أنت عندك المعلومة، ولكن تطبيق المعلومة في حد ذاته بيفرق. تطبيق المعلومة محتاج في بعض الأحيان بيحتاج guidance أو محتاج بقى إن أنت تجرّب مرّة و2 و3 و4 و10 this will take a long time. يعني at the end of the day أنت تقدر تعمل كنتاكي في البيت، أول مرّة هتطلع بايظة، وتاني مرّة هتطلع بايظة، وتالت مرّة هتطلع أحسن، ورابع مرّة هتطلع، هي هتطلع في الآخر. بس هو أنت عندك رفاهية الوقت في عالم مليان بالcompetition دلوقتي؟ هل أنت عندك رفاهية إنك تقعد تجرّب كنتاكي ده سنة، سنتين لحد ما توصل للحاجة اللي تناسبك فعلًا وتapply مع الcase بتاعتك والgoals بتاعتك، والّا أنت أصلًا خلال السنتين دول يعني الmotivation بتاعك هيقل، لإن أنت عمّال تجرّب وتtry في حاجات هي ما بتجيبش نتيجة معاك لإن أنت مش بتعملها بالشكل الصحيح. What I'm trying to do في الcourse دوًّا إن أنا أدّيك كل دوًّا بشكل structure verified guided in 2 weeks not years. This is what I can promise you. I cannot do anything else. أنا لا عندي سر خلطة ولا عندي أي حاجة. أنا هاشوف المشاكل اللي موجودة عندنا كلنا في المحتوى، أحطها بشكل structured بشكل comprehensive ordered with more details with experience and we will apply all of this information to your case with guidance and this is the most important thing أنت you will get my guidance على الcase بتاعتك، على الحالة بتاعتك. دي نقطة مهمة جدًا، ليه أنا هنا؟ لإنه فعلًا أنا مش محتاج أكون موجود هنا، لإن فعلًا كل المعلومات موجودة على الإنترنت، بس في weakness الweakness دي we will try to solve during الcourse. الcourse structure مقسّم إلى مرحلتين، ودي النقطة المهمة جدًا لازم تعرفها، إن إحنا عندنا 7 أيام بنشرح فيهم الprinciples بتاع كل حاجة، وهنتكلم إيه هي الحاجات اللي هنشرحها. كل حاجة هنتكلم فيها تفاصيل نظرية، محاضرة بتقعد من ساعتين ل3 ساعات تقريبًا، و7 أيام practical. يعني إيه practical؟ هي دي الحتّة اللي إحنا جايين نعملها، إن إحنا هادّيك المعلومة كلّها بشكل order structure comprehensive كل الحاجات اللي أنا قُلتها دي، تمام؟ وتاني يوم حضرتك تطبّق على نَفْسك وتيجي لي أدّيك الfeedback نimprove 48 ساعة أنت خلّصت document ممكن يقعد معاك شهر عشان تخلّصه لوحدك. يبقى أنا النهارده مثلًا شرحت لك إزاي تعمل CV، بُكرة خلّص طبّق اللي أنت اتعلّمته على الCV بتاعك وتعالَ لي أدّيك feedback تعمل له improving الCV بتاعك انتهى. معمول بشكل structured professional خالي من الأخطاء. نفس الكلام الmotivation letter اللي معظم الناس ما بتعرفش تكتبه،
هنتعلم إزاي نكتب motivation letter في أول يوم، اليوم اللي بعده اكتب motivation letter وتعالَ لي، نبدأ نراجعه، نبُص عليه، update نimprove وهكذا. كل يوم هنشرح حاجة، واليوم التاني هنبدأ نapply على الcase بتاعتك، على اللي أنت بتقدّم عليه فعلًا، على الحاجة اللي أنت عايزها، ونبدأ نتعلم إزاي نكتب الحاجة دي بشكل professional بعد ما تاخد الfeedback بتاعي. وهنا أنا مش باقول لك على الcase بتاعتك بس، أنا باحاول أعلّمك إزاي في كل مرّة أنت تراجع لنفسك المرّة اللي جاية، المرّة الجاية أنا مش هاكون معاك، فأنا هاعرّفك إيه الحاجات اللي تاخد بالك منها، إيه الweakness اللي عندك، إيه الحاجات اللي أنت مهتم بيها زيادة عن اللزوم، وإيه الحاجات اللي أنت محتاج تhighlight والحاجات اللي محتاج تحطها وتشيلها يعني هيبقى أسهل عليك لمّا تيجي تكتب مرّة تانية لمنحة تانية أو لأي حاجة تانية، هيبقى أسهل عليك لإن أنت خدت الguidance بشكل صحيح. إحنا هنتعلم إيه؟ إحنا عندنا 7 محاضرات، كل محاضرة بتاخد يومين، يوم نظري ويوم عملي. أول يوم هنتكلم على الacademic pathways، هنتكلم على إزاي تلاقي opportunity، وأنا مش هاتكلم في تفاصيل الcontent لإن هو الcontent أنت later هتعرف إن هو مفصّل تفصيلًا يعني كبير. يعني فكرة إنك تfind opportunities موجودة في كل حتة. بس هل تعلم إن أنا لحد من شهر فات في نوع من الopportunities ما كنتش أعرفه؟ يعني إيه؟ يعني واحدة من ضمن الحاجات اللي الناس ما بتاخدش بالها منها، وهارجع هنا في الslide دي لإن هي ليها علاقة بالslide دي. أحيانًا بنقول الإنسان عدو ما يجهل، بس عارفين إيه الجملة الحقيقية لده؟ الإنسان لا يعلم ما يجهل. يعني إيه؟ يعني أنت مش عارف إيه اللي أنت مش عارفه أصلًا. أنا لحد من شهرين في أنواع من الopportunities ما كنتش أعرفها، في بلدان فيها salaries أنا ما كنتش أسمع عنها، في فرص مواقع websites أنا ما كنتش أعرفها من 5 سنين، لسه عارفها بس من شهرين. فأنا ما كنتش أعرف إن أنا مش عارف حاجات. أنت وأنت ماشي مع نفسك، وأنت ماشي لوحدك، في حاجات كتير أوي أنت مش عارفها، ومع الوقت بتكتشفها، بس بتيجي تكتشفها بعد سنتين، اللي هو يعني طَب ليه؟ What I'm trying to do في الcourse دوًّا، إن أنا كل اللي اتعلمته واللي عايزك تاخد بالك منه، أخلّيك تاخد بالك منه في 2 weeks، وبالتالي أنت ما تجيش بعد سنتين تقول والله أنا في معلومة ما كنتش عارفها، يا ريتني كنت عرفتها من سنة، يا ريتني كنت عرفتها من سنتين، يا ريتني كنت عرفتها وأنا باقدّم على الحاجة الفلانية. أنا لحد دلوقتي بيحصل معايا كده. فاللي أنا هاحاول أعمله إن أنا أخلّيك تاخد كل المعلومات في وقت قليل to save your time، إن أنت الحاجات دي ما تكتشفهاش later. ولو إنه الlearning process بتفضل مكمّلة معاك طول العمر، ولكن at least الحاجات الأساسية اللي أنت محتاج تعرفها في الcourse دوّة. هنتكلم على الacademic CV وإزاي تعمل الCV بتاعك بشكل professional تتجنب الأخطاء، إزاي تراسل المشرفين عشان لو أنت عايز تاخد full time أنا راسلت المشرف بتاعي في الدكتوراه، أخدت الدكتوراه عن طريق مراسلة مشرفين، أخدت الfull time position بتاعي عن طريق مراسلة المشرفين. emailing professor حاجة مهمة جدًا، أخدت الinternship عن طريق مراسلة المشرفين. emailing professors حاجة مهمة جدًا، 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 وبتفتح ليك باب كبير جدًا للopportunities. هنتكلم على إزاي تكتب الmotivation letter statement of purpose والresearch statement والcover letter، كل الحاجات دي هنتكلم عنها كل واحد بالتفصيل، إزاي تكتب ده وده 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 وتفرّق ما بينهم وتكتبهم بشكل professional، وإزاي إيه الtone اللي تستخدمها وإيه الإعلانات اللي تحطها، عارف اللي هو أنت بس مش هتتعلم إزاي تكتبه، أنا هاعلّمك إزاي تتكلّم، إزاي إيه الtone اللي تستخدمها، طريقة الكلام، الtone عارف اللي هو الtone يعني إيه؟ يعني أسلوبك في الكلام يبقى عامل إزاي، مش بس المعلومات اللي تحطها واللي ما تحطهاش واللي يخُصّك واللي ما يخُصّكش، مش ده، أنا هاوصل معاك لحد الtone، إيه اللي تعمله وإيه اللي ما تعملوش في الحاجات دي. نتكلّم عن الrecommendation letter سواء أنت اللي هتكتبها أو في حد تاني هيكتبها لك، هنتكلّم إزاي أنت تevaluate الrecommendation letter وإيه الstructure بتاع الrecommendation letter، وهترجع لي تاني يوم بrecommendation letter سواء اتكتبت لك أو أنت كتبتها، يعني بعض الأحيان في مصر بيخلّوا الطلبة تكتب recommendation letter. سواء أنت كتبتها نطلع بشكل professional، يبقى فعلًا recommendation letter له قيمة، لإن ده عليه score، كل ملف من الملفات دي وأنت بتقدّم عليه score، عليه رقم، فإزاي نincrease الscore بتاعك، this is what I want to do يعني. وفي الآخر هنتكلم على interview preparation، لو وصلت لمرحلة الinterview إزاي تقدر إن أنت تاخد تتعامل مع الinterview دوّة. في النهاية what I want to do during الcourse إن أنت تskip the trial and error اللي بتاخد منك وقت طويل جدًا، ونحط ده بشكل comprehensive compressed in 2 weeks، 14 يوم بالضبط كل الحاجات دي هتكون معاك. Instead of you spend 1 or 2 years في الtrial and error وgathering different information, random information not comprehensive, you will get all of this in 2 weeks.
شكرًا، أشوفكم في الbootcamp وسلام عليكم.